النهارده حصل موقف غريب، يعني احنا بنتكلم على عدم يعني النظام، ويمكن في بعض الامور كده بسيطه لكن مهمه بتبين الشكل اللي فيه المسابقه. يعني رابطه الانديه كتر خيرها عملت يعني جايزه مستحدثه احسن لاعب في المباراه، حلو قوي وجميل وبتبقى شيك ولعيب بيعمل مجهود، يعني الناس بتشوف ان هو لاعب كويس فبيدوا له احسن لاعب، فبيحس ان هو عمل حاجه. النهارده مايلي نجم بيراميدز النهارده اخد احسن لاعب، ونادوا عليه يا جماعه مايلي انت اخدت احسن لاعب. الراجل راح يستلم الجايزه، مفيش جايزه. مفيش جايزه طبعا. انتوا لكل المتابعين الدوري المصري، اللعيب بيروح وراه الرعاه، ومعاه طبعا المسؤول عن اللجنه الفنيه، وبيسلمه او مسؤول عن الشركه الراعيه او ايا كان، بيسلمه ويديله. معاكم صور يا جماعه للشكل عشان بس الناس تتخيل معايا. ويسلموه الجائزه، حاجه جميله وشيك الحقيقه. دي برضو ما انت بتعلي القيمه الخاصه بالدوري المصري بحاجات زي كده، احتفالات، اختيارات احسن لاعب، احسن تشكيل اسبوع. ورابطه الانديه الحقيقه عملت الشغل ده في البدايه، فيجي في يوم مع فريق على فكره منافس. البيراميدز ده فريق منافس، وماتشه ماتش يعتبر من الماتشات اللي مش هقول لك ماتش متداري مثلا. في يوم بيلعب فيه بيراميدز اللي هو الاول الدوري، ويجي تلاقي الجايزه مش موجوده، فاللعيب يروح ويستنى فين يا جماعه الجايزه، فين الدنيا. تم اختياره، ماشي تم اختياره، لكن فين الجايزه، فين اللي هيسلمني؟ الجايزه مش موجوده، محدش جابها. ايه اللي حصل؟ وده برضو يا جماعه برضو بيسمع بشكل كبير جدا على المستوى الخاص ب الدوري المصري. مشاكل بقى مع مشاكل مع حاجات صغيره مش عارفين تجوها يا جماعه، ده سهله يعني.